في سبب تقني وجوهري بيخلي دايما الستارت اب سابقه بخطوه، وهي انها من الاساس تيك بيست. شركات الستارت اب بتتعامل من اول يوم مع التكنولوجيا على انها قلب البيزنس. الديفلوبرز او المبرمجين قاعدين معاهم في المكتب، الكود ده بتاعهم واي تعديل بيتعمل في ثانيه لان هم اللي بيملكوا التكنولوجيا. في المقابل الشركات الكبيره مهما كانت ميزانيتها في الاغلب بتعتمد على اوت سورسنج، وهنا بتبدا المشكله. لو حبيت تعمل تعديل صغير في تجربه العميل عندك في الموقع، بتدخل في دوامه فنيه وماليه، لازم تفتح تيكت وتاخد عرض سعر ويتوافق عليه اداريا، تستنى السبرنت وتستنى كمان دورك في اللي جاي من شركه الاوت سورس. النتيجه ايه؟ ان الشركه الكبيره رغم قوتها هي في الحقيقه رهينه عند شركه السوفت وير، ما بيقدروش يطوروا تجربتهم بالسرعه اللي السوق محتاجها. لكن التكنولوجي بالنسبه للستارت اب هي العصب، هي الباك بون، ما ينفعش وسيط بينهم وبين العميل. مؤخرا هنلاقي بعض الشركات الكبيره بدات بالفعل تعمل ان هاوس تيك تيم عندها وتحاول تبني الفريق بتاعها الخاص داخل الشركه، ولكن الحقيقه لسه بدري عشان نقدر نحكم هل الخطوه دي هي الخطوه الاصح وهتدي فعلا لشركه الريتيل المرونه والسرعه اللي هي محتاجاها في السوق اللي احنا بنتحرك فيه بسرعه، ولا مجرد هيتحول لقسم اي تي تاني ولكن غالي التكلفه.